من داخل صحراء الفيوم نتحدث إليكم من فوق قصر قارون. نصيحة لأي حد هيجي يزور متحف قارون. ودلوقتي احنا رايحين معبد كوم أوشين. من داخل صحراء الفيوم نتحدث إليكم. ربنا يسلمك. بعد كده طلعنا على معبد قارون. طبعا انت اول ما تسمع كلمة قارون فهتفتكر اتذكر في القرآن الكريم. لا، قارون ده غير ده. واول ما بنسمع كلمة قارون بتيجي في دماغنا على طول مين؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. اول ما بنسمع كلمة قارون بيجي في دماغنا على طول مين؟ قارون اللي هو كان معاه مع سيدنا موسى. بالاضافة لكلمة اصل، فالناس اللي هو الايه الفكر الشعبي عند المصريين العاديين يقول لك لا ده خاص بقارون فعلا. يعني لو رحت الاقصر لما تمشي مع الناس الشعبيين اللي هم في الاقصر هم الناس العاديه تلاقيهم بيقولوا على التماثيل الحديد انها مساخيط، وتلاقي حتى بيخاف من معبد الاقصر يقول لك لا وروح هناك بالليل والحاجات ديت. هو عنده فكر ورهبه من الحاجات ديت. او نفس الفكر ده بيبقى التراث الشعبي المتوارث عند الايه عند الناس. نفس الفكره اللي قالوا ان ديت كانت خاصه بمين؟ بقارون عشان قصر وعشان قارون. بس الرأي ده غلط تماما. كلمة قصر لأن العرب لما دخلوا مصر كانوا بيطلقوا على أي مبنى من الحجارة ومبنى كبير كلمة قصر. عشان كده الأقصر اسمها الأقصر كده. تمام؟ أي مبنى كده لأن هم مش متعودين على المباني اللي هي كده. فده كلمة قصر. الجزء الثاني من الكلمة اللي هو قارون جاي من كلمة قرن. والقرن كان بيطلق على المنطقة اللي هي البارزة في البحر زي راس محمد اللي هي الرأس اللي هي المنطقة البارزة في البحر. بحيرة قارون مليانة ايه؟ رؤوس من ديت فأطلق على ايه؟ قارون. والقصر اتسمى باسم المنطقة اللي موجودة في اللي هو ايه؟ قصر قارون.
نصيحة لأي حد هيجي يزور متحف قارون، ما تخشش في أي مكان ضلمة لوحدك، وما تخشش أساسا أي مكان ضلمة فيه خفافيش أقسم بالله وفيها تعابين، ما تاخدش نفس تجربتي بس.